نتيجة خاصة يختلف عن باقي بلدان المنطقة وبلدان الإقليم باعتبار أنه يحمل طقم كبير بالنسبة الشباب في المجتمع العراقي، لذلك يشوفون العراق بلد واعد وبلد بناء وبلد معطاء رغم كل الظروف رغم كل الإرهاصات اللي يمر فيها، لكنه يشوفون ظاهرة التظاهرات وظاهرة الاحتجاجات وظاهرة هذا هي نتيجة وجود أنه أعداد كبيرة من الشباب عاطلة عن العمل والدولة عاجزة أنه توفر لهم فرص عمل وتوقف الأسواق المحلية. انعكست على ظاهرة الشباب، يعني الشباب لا موجودين لا بتظاهرات لا بتفاعل ولا أكو انسجام، فلذلك دور الشباب دور مهم ودور معطاء. أنا اليوم أريد أختصر المحاضرة، احنا في كل محاضرة نتحدث عن التاريخ وعن التراث وعن الأحداث الأخرى، فبوجود هذه الرموز حتى نستغل هاي الشخصيات ونظل محافظين على ديمومة الأسبوحة ونعطيها عطاء حتى تستمر مؤسسة الشرق والأستاذ عبد الرسول بالإنتاج مال المؤسسة وإعطائها أكثر مساحة لعين هاي الشخصيات وهاي الرموز. كل شخص من حضراتكم هو يمثل مجموعة كبيرة، مثلا شخصية الأستاذ هي تمثل جريدة الزمان، جريدة الزمان تحتل جغرافية واسعة في بنية الخطاب العراقي. الأستاذ هاشم طراد مسؤول ومؤسس المتحف المتجول الثقافي اللي يعتبر أكبر نقطة مضيئة في منظمات العمل الاجتماعي منظمات العمل المدني، نركز على علينا الدكتورة سمية، وهاي شهادة هي فاعلة موجودة من عام 2012 ولحد الآن فاعلة موجودة منتجة بالشارع. الأستاذ كريم باحث ومتمكن، دكتور كريم عفوا، باحث ومتمكن ويعتبر من العباقرة الموجودة، وانا اعذروني انه بعض الاسماء اني ما اعرف تاريخه وما اعرف سيرته الذاتيه، فلذلك انا راح اختصر المحاضره حتى انطي مجال لواحد من الاساتذتنا يتفضل. اتمنى الدكتوره سميه رئيسه مؤسسه الباسقه تتفضل مكاني وتعطينا محاضره مقتضبه حول منظمات المجتمع المدني ودور مؤسسه الباسقه. فاذا ما اذا تتكلفين اي واحد غيرك انت يمنا، اذا حضرتك تتفضلين يمنا. كل المثقفين وكل الادباء واكثرهم الشعراء كلهم ثقافه الستينات. المدارس كان بالمدارس نشاط مدرسي، كلكم تعرفون نشاط المدرسي اللي يتعلم الخطابه، اللي يتعلم الشعر، اللي يتعلم التمثيل. الستينات هسه ماكو بالمدارس نشاط مدرسي. نعم بالستينات كان اكو بساحة الميدان يما قزاوي معرض مصور الاهلي يعني ما كان ذاك الوعي ذاك فأماوي مشهد باشا وناظر باشا والصور على العثمانيين وعلى الولاة العراقيين. اجيب انا الصفحة القي مصور ارشاد جسر مال موت، جسر مال نفس الحال. فمن ذاك الزمان صارت عندي الهواية هاي. الشعب مصور بابل وارشاد مصور لي عبد الرحمن الله يرحمه ابن قدور او عبد الناس معرض كبير تتفرج متحف باشا وناظر باشا كل الشخصيات ما كان ذاك الوعي اتفرج. صارت الهواية عندي ذاك الزمان كنت اجمع صور وكل انسان ابن بيته. فأنا كنت بالستينات عايش بين قنبر علي ولا حتى ركبة الجسر الأمين والمأمون في بغداد من أرقى شوارع بغداد، يعني أرقى المنطقة. دراجات المحافظات وين؟ في شارع الجمهوري قبل النهضة وقبل اي كلها يلعبوا مال الجنوب كلها وين؟ بالجمهور. والأمين والمأمون يعني في الشارع شارعين مهم كلش نادرة. وكل قلت كل انسان بيته هناك سوق ابو توته وفة الجسر المدرسه المستنصريه ساحه الميدان المنطقه القصر العباسي الاداره المركزيه رساله. قالوا لي انا عمري 8 سنوات 9 او 10 سنوات قالوا اجى فلان وفلان سوق الصفافير فلان رئيس جمهوريه يعني اروح اعرفه اشوف شكوى ماكو فبقت الهوايه. وبت من بعد ما اكتمل الوعي وصار شو اسمه بالسبعينات كنت اسافر. من اسافر وين اروح ادور متاحف ادور شغلات ببالي يعني بدل الاشياء. فجمعت 10,000 صورة 10,000 صورة
ووتر جروب والدرمي وبجميع لغات العالم. لوحة تخطيطية جواها مكتوبة بالعربي وفوق سبورة تنكتب بالمعجم لغة ذيك الدولة اللي تعرف فيها. كمية كبيرة يعني سنوات أجمع فيها لا تزال موجودة. بعدين هواي أمور جماعة هواي أمور هاي خلال السفر جيت هنا بال 2003 بعدين 2003 قمت لحد الآن 40 معرض متجول 40 معرض متجول في مناطق مهمة. في معرضات الدولي أربع مرات في المتحف الوطني داخل القاعة الآشورية 40 متحف العلاقات الثقافية يعني مكانات مهمة. في أعياد بغداد الزوراء الوحيد المشارك في بغداد عاصمة الثقافة. هذا كله مجهود شخصي جهد شخصي بدون مساعدة وبدون. بعدين قدمت والله 2013 سويت معرض في المتحف الحسيني أول متحف عن العراق. الارشيف اللي عندي 50 فقرة بصورة منهجية عن العراق وأهم فقرة كنوز العراق بالمتاحف العالمية اللي طلعت بغفلة من الزمن. الآثار بعد الحضر والآثار اللي طلعت كانت اتفاقيات جائرة زمان العثمانيين اتفاقيات جائرة إن 20% ولهم 80%. طبعا يشطوا لنا غير الكند وغير الشغلات المكسرة توزعت جميع المتاحف العالمية. هذه طباعة بريطانيا وثائق مهمة طباعة بريطانيا كلها مصورها وكلها مسويها ملتقى. إن شاء الله الشرف فيكم تزورون الجماعة تزورون المتحف بالقشلة الثلاثية. قدمت الوزير قال الرجل كذا يحكي الجماعة يقول لهم هي فضل كبير على الوزارة فوافق ثاني القطاع ثاني القاعة موافقة رسمية ومستمرين بالعمل. طورت الشغلة أجانب مغتربين سفراء علماء أدباء يشوفوا وفود. طبعا الرئاسات الثلاثة ورافة الوزارة الخارجية يدزون وفود واستقبلهم وكمل بالواجب أستاذ سكر ذراع يمين طبعا أخويا الأولاد كل شيء بس والله بدون مساعدة وبدون أي مساعدة وأي تعاون طبعا تعقيدا على كلام الاستاذ الكبير. الإقامات الكثيرة ساعدوني يعني إذا كان كلامي أكيد يعني مستوى الحضور الكريم. السلام عليكم كيف الحال؟ شلون الإعداد؟ شلون أحوالكم؟ استريحوا استريحوا. السلام عليكم. شلون الصحة؟ شلون أحوالكم؟ تفضل ناصر. استريح كراسي يا بسم الكريم. شو استريح؟ الابيض ولا اسود؟ الله بالخير استاذ. الدكتورة استهلت المحاضرة فأرجو الإصغاء. بلا زحمة. نعم تفضل. طبعا قبل البدء بأي كلام خير ما نبدأ به هو الصلاة على سيدنا وحبيبنا شفيعنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. تحية معطرة لأريج الصباح كل باسمه ومقامه. في البدء طبعا أشكر جريدة الشرق على دعوتها الكريمة لنا لحضور هكذا أسبوعات تعبر عن مدى يعني أنه هذه المؤسسة هي عنوان للإبداع والتقدم والتميز في المشهد الثقافي العراقي. الشكر الجزيل للأستاذ عبد الرسول الأسدي على هذه الدعوة الكريمة والشكر موصول للأستاذ ستر ولكل أعضاء جريدة الشرق المحترمين. قبل البدء أعرفكم بنفسي حتى يكون الكلام يعني واضح. سمية الناصر رئيس مؤسسة الباسقة للثقافة والفنون والتنمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين، مديرة مدرسة يعني في المجال التربوي الأستاذ
طبعا وجودنا في هذا المكان هو شرف كبير لنا، وأن نحظى بتكريم من هذه المؤسسة فهو بحد ذاته هو شرف كبير وتعبير كبير لأنهم يبحثون عن من يؤثر في الشارع العراقي. والحمد لله كان لنا نشاطات فاعلة في المشهد العراقي سواء داخل العراق وخارج العراق. مؤسستنا كانت طبعا اسمحوا لي انه اتحدث عن مؤسستي لانه مؤسستي لها يعني نشاطات موجوده داخل العراق وخارجه، وكان لنا مشاركات كبيره في جمهوريه مصر العربيه، في الاردن، في لبنان وتونس، وتقريبا اغلب الدول العربيه كان لنا حضور بوفد عراقي مثل العراق خير تمثيل والحمد لله. مؤسستنا فتية طبعا، تأسيسها هو العام الماضي وفي نهاية العام الماضي، وتعرفون كلكم الأحداث اللي حصلت بالعراق بالعام 2019، لهذا ما تمكنا انه احنا نقيم احتفال حتى نعرف الناس بمؤسستنا، على الرغم انه هي صار سنوات تشتغل في يعني في الساحة الثقافية. نعم. حتى مع تعرض العالم كله إلى جائحة كورونا وما يعني ما حصل بسبب هذا الوباء، لكن المؤسسة لم تتوقف والحمد لله، وكانت أول مؤسسة تقريبا هي من عملت على البث يعني مواقع التواصل الاجتماعي ببث مباشر وتواصل مع الشعراء والأدباء والمفكرين والمبدعين داخل العراق وخارجه. كان لنا برامج هي ببث مباشر، برنامج بعنوان شعراء العراق في عيون الباسقة، استضافنا فيه العديد من الشعراء في مختلف محافظات العراق، وكان هذا البرنامج له تأثير وصدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وتكريما من مؤسسة الباسقة لهذه الشخصيات المتميزة التي ساعدتنا أنه تبقى ديمومة الحياة والاستمرارية. نحكي نختصر خير كلام ما قبل عودك. احنا الشباب لحد الان موضوعنا اهم موضوع مع احترامات للجلسه والكلام اللي ينقال، ما اعطينا دعم حجم الشباب. في اصعب الظروف احنا تدرون في كل مؤتمر وكل اسبوع اكو اهداف حلول وقتيه واهداف دائميه. احنا مع احتراماتي قعدنا صورنا وطلعنا. لو نعطي قيمه لموضوع الشباب اليوم دول عظمى ارتقت بالشباب وهم القاعده الاساسيه لكل الدول. اليوم الدول ترتقي بالشباب. احنا شبابنا ما طرقنا لهم ليقضون وقت حرامات، اكثر وقت يقضون الشباب بيش؟ لو بالكوفي شوب، لو بالكازينو، لو على الزبط تكرمون، لو بالمقاهي، لو بالسيطرات، يبيع بارض الشغلات يبيع في سبيل يجيب يعني رمق العيش العائلي. لكن احنا ما طرقنا شنو الحلول. احنا بينا كمثقفين اعلاميين صحفيين، انا اكتب كاتب وشاعر واديب، شنو الحلول احنا كشباب؟ شنو الحلول؟ كل واحد عنده وجهه نظر، يمكن دعونا في بانات يمكن يجي حل نوصل الجهات المعنيه. الشباب ياخذونا الشباب باش البلد من يقوده باش انت وانا رايحين سوبر انت كل واحد عمره فوق 60 انت، لكن احنا نصير معلمين شبابنا ولدنا. انا رحت المدرسه زرتها، الطالب من يعقب هي مسؤوليه تضامنيه، كلنا استاذ مسؤوليه تضامنيه، الشرطه المجتمعيه، الداخليه او التربيه او المنطقه، المختار، الشرطه، كلها تضامنيه حق الشباب. هي الشباب مسؤوليه هذا حكي ما طرقتوه. الموضوع كلش يدخل بينا السرطان، يدخل بينا بالداخل. هذا الباكر، احنا بلد عريق، بلد حضاره عميق، بلد كتابه، بلد قانون، هم يقود باكر الشعب، هذا هم يقود احنا رايحين، لكن نحن نبقى فريسه، يجيب واحد من غير بلد يقود البلد مالته، يقول لك وين شبابك؟ ما تطلع عليكم، الشباب ما اعطينا حقه. شنو الحلول؟ المهم عابرين كثير رايحين وين قاعد لحقهم مديرهم معاهم لحقهم استاذ، لحقهم بالكوفي شوب قاعدين يدعوا شهور النرجيله والكتب يمهم، يجيبون نرجيله والكتب يمهم، راح صورهم وجه، قلت استاذ نص عليكم نص على البيت، على العائله نفسها. نص علينا نص علينا. لا اسمح لي استاذ، انت المسؤوليه نص عليكم نص على البيت. انتم لو اكو متابعه للطلبه بالساحه قبل الاستاذ يجي نعوده بالساحه يقدر نلحق عليه من بعيد نخاف ما نتجاوز.
تجاوز خاف نعبر تيغي نقرأ يجي ما لازم تاقي حاسبنا هاي مسؤوليتنا مسؤولية المدرسة قلت انتم عارفين حالين اكل ورواتب وسلف حساب صح أستاذ والبيت أستاذ بعيدا عن السياسة والسياسيين وهاي المواضيع. ابراهيم الاسدي. اني راح اختلف عن اللي طرحوه. انا اريد من عندكم باعتباركم اصحاب قلم واصحاب قرار وخصوصا الاستاذ رسول الاسدي. عندنا وزاره التخطيط ووزاره التعليم العالي. جزء من دمار الشباب اللي راح نرجع عليه. انا شو اسوي بالعراق؟ عندي 200,000 محامي اللي تخرجوا وبعد الكليات فيها تقريبا 50,000 واحد محامي وغيرها التاريخ والاسلامي يعني بالتخطيط مو طبيعي يسبب دمار لهاي الشباب بس مجرد ياخذ بكالوريوس ومثل ما اشاروا الاساتذه. فاريد من عندكم وكل واحد من صاحب قرار وقلم ويقدر يوصل الصوت. وزاره التخطيط تخطط مثل قبل. العراق محتاج 800 مهندس بين ميكانيكي وبين نفط وبين حتى نزيد البطاله اذا تقارنوها التجويه. يعني انا مثل ما قلت لكم 200,000 محامي صار فلاح شو اسوي بيهم هذا؟ صح ولا لا؟ وغيرها توجيه بالجديد يعني عن طريقكم انتم كل واحد من مكانه. قلت خصوصا استاذنا الغالي وصحيفته وانتم كل واحد من مكانه. يعني وجه وزاره التخطيط هاي الكليات الاهليه هدفها ربحيه. انتم تدرون مثل المستشفيات الاهليه هدفها ربحيه فما يهمها ايش قد ما تخرج ويطلع. الله يبارك فيك. ممنون بك. حيدر انا عبد الكريم الزبيدي حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسيه من جامعه بغداد وحاصل على الماجستير في العلوم السياسيه من جمهوريه مصر العربيه القاهره. 3 سنوات انا بالقاهره وسنه اولى تحضيريه دكتوراه لكني اثرت ان اترك جمهوريه مصر العربيه وان اعود الى بلدي بطائره رئيس الوزراء انذاك في شهر رمضان حينما بدا الطائره. بعد الكلية 5 دقائق. أنا 5 دقائق ما تكفي. يعني لا ما يجوز أستاذ بعد عندنا سؤال راح تسمع سؤال عندنا طيبين زين وعندنا الأستاذ هنا. إذا أنا هذه أستاذنا 5 دقائق. أنا أريد أن توعدوني أن تكون لي حلقة خاصة لأني عندي بحوث في التكييف والبروتوكول وهذا علم حديث وجميل جدا علم التكييف والبروتوكول ولي أيضا بحوث في النيجاتيف انرجي والبوزيتيف انرجي أي الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وهي أشياء حلوة وجميلة جدا لأنه في عالمنا الحاضر في ظل هذه طبعا مقطوع كان الأستاذ القاص العراقي زين الشوقي كريم حسن أحد أعمدة العراق زين المحطمة السرية. دور بالاتيكيت. مو من سياسي. لا بعيد عن السياسة والسياسي. خفانا وإياكم شر السياسة والسياسة. يلا استمر. 20 سنه سجل استمر استاذ. صديق السياسه. استاذ عبد الكريم. تفضل استاذنا. يلا ماشي. أنا أرى أن الأجواء ليس لا عائله واحده. تحدث ما شئت. عبد فأرغب أن تكون هناك حلقة خاصة أو أسبوحة خاصة أو حتى لو كانت أمسية لكي أدلي بدلوي ما يفصل التكييف البروتوكول لأنه علم حديث جدا ومهم جدا في هذه الظروف. تحدث الدكتور طه أو جاءنا ببعض الأبيات الشعرية الجميلة التي أحس أنه يخفي بين ثناياه علاقة حب. أنا لطف الأجواء لأني كنت بالأمس أتصفح عن حسن المرواني الذي جاء بقصيدة أنا وليلى التي لحنها الفنان الكبير كاظم الساهر على شكل بانوراما. نعم بالضبط.
قال إنني في تلك اللحظة لم أكن أشأ أن أتي بهذه القصيدة إلا أن حبي لليلى التي كانت زميلته في الكلية هي التي جعلت عندي ذلك العصف الذهني في ذلك الوقت، فجئت بهذه الأبيات وجئت بهذه القصيدة الجميلة. العصف الذهني مرورك بالتجربة هو الذي يجعلك هو الذي يأتي بالنتاجات هذه. لدي أشياء بسيطة لأن حددوني في 5 دقائق وهذا غير معقول. لدي أشياء بسيطة فيما يخص علم الأتكيت والبروتوكول. في بريطانيا تعقد 3 مؤتمرات سنوية في 4 أشهر بمؤتمر فيما يخص البروتوكول والأتكيت ويحمم إلى دوائر الدولة والشعب بها. وجدت أن لا يوجد هناك شيء يخص الموبايل. فاستحدثت شيء عن الموبايل أو جئت بأتكيت خاص بالموبايل وجاء على الشكل التالي. أولا بالنسبة لاستخدام الموبايل يا جماعة، هذا علم الأتكيت. لا يجوز وضع الموبايل في الجهة اليسرى أو في أي جهة لأنه يبحث ترددات، وهذه الترددات 16,000 تردد بالثانية الواحدة، ويؤثر على القلب ويؤثر على سير الدم ويؤثر على خلايا الدماغ. هذا أولا. ثانيا في حالة وضعك لنغمة معينة في الموبايل يجب أن تكون هذه النغمة متوافقة، لا هي مفرحة هذه كلها ولا هي محسنة. أي لا يجب أن تضع مثلا نغمة فرضا أنت جالس في فاتحة وتعرف أنت جو الفاتحة وجو الحزن وغيره، فلا يجوز أن ورن عليك أحد زملائك وإذا بها ناس عجرا بدلع وطبطب بس غيرت عليك لو أنيسة يا مرايتي وانت قاعد بفاتحة وبها شوية محاذير وبها حزن وإلى آخره. ولا يجوز أيضا أن تكون أنت في فرح وبعدين اجت النغمة رن عليك أحد وإذا بها آية قرآنية. هذا لا يجوز في علم الأتكيت. يجب وضع نغمة متوسطة تتماشى مع الفرح وتتماشى مع الحزن. ثالثا لا يجوز فتح الريكوردر، أي لا يجوز تسجيل أي صوت لصاحبه على أساس أنه هذا مستمسك أو وثيقة تستخدمها في القضاء وفي غيره، أبدا لا يجوز، لأن هذه ليس من أخلاقيات الإنسان. لا يجوز أن تسجل أي حديث لصاحبك على أساس أنه مستمسك. باعتبارك مقيم بمصر، ما هو تأثير مجاميع الشعراء العراقيين المقيمين بمصر على المجتمع المصري؟ والله تجربة علي والأستاذ أنا بصراحة لم ألتقي بأي شاعر عراقي. كانت هناك بناية تابعة للإمارات العربية الشيخ زايد بانيها يصير بها ملتقى ثقافي، وهاي مدينة مصر لأن أستاذ ومدينة إنتاج إعلامي. أنا رايحين مدينة إنتاج إعلامي ومدينة زايد وصفحة 6 أكتوبر رايحين وطالبان في مدينة إنتاج إعلامي وافتر بيها. هنا مثلوا شيخ متولي، هنا مثلوا كذا، هنا مثلوا كذا كذا وأنا لم ألتقي هناك أي ما دام فتحت الحوار فقط ملاحظة سريعة وهي تصحيحية لحضرتك. قصيدة أنا وليلى ليست لحسن المرواني إطلاقا، بل شاعر عراقي من الجنوب اسمه خالد الشرقي، لأنها قضية تحاكم من زمن طويل. تفضل. نعم. وفقط ملاحظة هناك أدباء شهود على كتابة هذه القصيدة. حسن المرواني لو كان شاعرا حقا رحمة الله عليه زميلنا ومصحح لغة زين، لو كان شاعرا حقا لاستمر بكتابة الشعر. الشعر ليست لحظة واحدة، الشعر وجدان عام بخطاب عقلي وفكري وثقافي مستمر، وإلا قصيدة واحدة لم تمر في تاريخ العرب إلا 5 فقط. وأستاذنا النعمان مالك العن لديه كتاب اسمه شعراء الواحدة. هذه الصدفة مرت أن يكون. أما نسبة لحسن المرواني كيف هذه إحنا ما نعرفها. اتحاد الأدباء الآن أنا عضو مجلس مركزي باتحاد الأدباء، الآن أكو دعوة قائمة من سنوات من قبل ابن خالد الشطري وليد على عائلة حسن، لأن هذه بها حقوق وبها يعني كاظم وضع لها حقوق ووضع لها. فهذه ملاحظة دائما نسمع ان حسن المرواني، لا الحقيقة لا ما هاي المتداول بالاعلام. اي بالاعلام لنا كاظم الساهر كلمات. الامر الثاني انا اتشرف بحضرتك، ولكن من المخجل جدا ان تقول ما اعرف ولا شاعر عراقي.
احنا جارين مصر عرض بطول او واحد. بس اسمح لي، انا شخصيا جايب 8 جوائز من مصر متنافسا مع كبار الكتاب المصريين منهم اسامه نور عكاش الله يرحمه والاستاذ طه يدري. فاحنا الان وصلنا الى 1000 روايه. لم تنتج مصر من تاريخها الطويل 1000 روايه. الان من التغيير الى الان 1000 روايه بغض النظر عن النوع. هذا كم. والادب العراقي ادب معروف في كل الوطن العربي، واحنا موجودين في كل الوطن العربي. مثل حضرتك مثقف ويطلع على الاتيكيت. بالمناسبه الاتيكيت روح انضباطيه لا غير معنيين بها الشخصيه العراقيه اطلاقا، غير معنيه. الشخصيه العراقيه منذ زمن طويل، منذ الألف ما تؤمن بالاتيكيت. شخصيه عفويه غير مقيده، لا تريد اطلاقا حتى القوانين اللي يوضحها اورنمو وأجاها حمورابي هي قوانين ليست انضباطية، قوانين تشريعية لتنظيم الحياة فقط محباته. طبعا استاذ شوقي كل رمضان حفله مسلسل وقصه جينا ننكدر عليه. انا احب انقلبت 5 دقائق خلصت. 5 دقائق عم رديت ارد على القصه. لا يصير ان شاء الله يخصصون